لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. جاءتك فرادى يا أرحم الراحمين وأجود الأجودين وأكرم الأكرمين، حاشاك أن تردها صفرا، أعنها وتقبلها يا رب. أصرت تمشي لعرفة لكي يتقبل الله منها، ولم ترغب في الركوب. كانت أمنيتها إنها تطلع عرفة، وتحققت أمنيتها. السيدة التي ألهمت الملايين في رحلتها نحو جبل عرفات، ثواني معدودة لسيدة تسير بمفردها وسط الجبال، تقاوم الحر والمسافة الكبيرة والطريق الغير ممهد باتجاه جبل عرفات لإتمام الركن الأعظم للحج، بيقين كامل أن طريقها ممهد نحو الله سبحانه وتعالى. تلك الثواني التي لم تكشف عن أي معلومات عن تلك الحجة التي تسير بمفردها كانت كافية لحشد إعجاب الملايين من المسلمين حول العالم، حيث تم تداول مقطع الفيديو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ليتوحد الجميع بالدعاء بأن يتم الله عز وجل حجتها ويتقبل سعيها، وكأنها تجسيد واضح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. الثواني المعدودة التي هزت مشاعر المسلمين كانت بطلتها سيدة مصرية أتت بكل عفويتها وطيبة قلبها من قرية تسمى بهادة، وهي إحدى القرى التي تتبع محافظة القليوبية، وتبعد مسافة غير قليلة عن العاصمة القاهرة. السيدة التي تسير بمفردها نحو جبل عرفات ماجدة محمد موسى هو اسمها، وعمرها 63 عاما، لكن من يهتم بالاسم أو العمر، وقد أصبحت أيقونة للجهاد من أجل إتمام فريضة الحج. مشقة الحر والطريق الغير ممهد والطويل والقيود التي فرضتها المملكة السعودية لتنظيم الحج لم يقفوا حائلا أمامها، فقد أدارت ظهرها للدنيا وما بها واتجهت نحو الله عز وجل. تقول الحجة ماجدة وهي ما زالت تستكمل مناسك رحلة الحج بمكة المكرمة إنها كانت بصحبة ابنيها مازن ومعتز، كانوا يرافقونها خلال رحلتها للحج، وبحسب تنظيم الرحلة ركبت هي في أتوبيس وهما في أتوبيس آخر، ومع شدة الازدحام وصعوبة حركة الأتوبيسات المتجهة نحو مشعر عرفات توقف الأتوبيس بعد تحركه من منطقة العزيزية بنحو 600 متر فقط. اتخذت الحجة ماجدة قرارها بالمضي سيرا على الأقدام. تقول: كان شعوري بالفرحة أكبر من كل شيء، فها هي أمنيتي التي دعوت الله بها ليالي طويلة، أقمت بها الليل وصمت يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع طوال الصيف والشتاء، تتحقق أخيرا. لم تشعر أبدا بالحر أو مشقة الطريق أو ألم قدميها. حملت حقيبة بها العلاج حيث تعاني من مشاكل صحية بالعظام والأعصاب، وحقيبة أخرى بها ملابس احتياطية، ومضت وقلبها قبل لسانها يرددان: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، متخذة من التلبية والدعاء المستمر القوة لاستكمال الطريق. لم تكن حياة الحجة ماجدة سهلة أو مرفهة، فتقول إنها عانت كثيرا خاصة بعد وفاة زوجها عام 2010 تاركا لها 9 من الأبناء والبنات. كافحت من أجل أن يشقوا حياتهم فوق أرض ثابتة
وها هي تكافأ من الله عز وجل. وتكمل الحجة مجدة حاليا مناسك الحج استعدادا للعودة إلى مصر خلال الأسبوع الحالي، وهي لا تتصور كيف أصبحت أيقونة للحج، ولا يشغلها تفاعل الملايين مع مقطع الفيديو الخاص بها، فكل ما كان يشغلها هو فرحتها بالجائزة الكبرى، رحلتها لحج بيت الله الحرام. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك